اهلا بكل اللي بيشوفني دلوقتي. انا محمد جمال، احد المستثمرين خارج مصر طلب مني ان انا اوضح له شكل استثماره. طبعا الاستثمار الزراعي استثمار في غايه الاهميه، وهو بيجمع ما بين اصل متنامي، يعني اصل قيمته بتزيد بمرور الوقت لان شكله بيتغير كل سنه، واصل بيجيب عائد كبير. شكل المزرعه اللي احنا كشركه بنقدمها للمستثمرين ايه؟ ان حضرتك بتتملك معايا مزرعه من اول 2.5 فدان ومضاعفاتهم. يعني احنا هنتكلم على شكل مزرعه 5 فدان زي الصوره اللي انا حاططها دلوقتي وانا بتكلم. 5 فدان حضرتك بتمتلكهم، تاخد عقد ملكيه باسمك مباشر بالارض بتاعتك، اصبحت انت كده مالك للاصل. الاصل ده عباره عن ايه؟ قطعه ارض مساحتها 5 فدان مزروعه بالكامل بشجر بنخل بنت جوره عمر 1.5 سنة، يعني نخل منتخب في مجموع جذري متكامل بيتحط في الارض يشتغل من اول يوم. طيب حضرتك بتستلم الارض، المزرعه شامله الزراعه، تشمل البير والطاقه الشمسيه وكل الخدمات والمرافق. وانت بتستلم المزرعه، اجراءات الملكيه الشركه بتتعهد او بتلتزم وفق العقد الابتدائي اللي انت بتاخده منها انها بتخلص لك اجراءات الملكيه باسمك بشكل مباشر. تمام؟ بعد ما بتستلم المزرعه انت كده بتبقى من ملكيه الارض بتتنقل من الشركه ليك، اصبحت انت كده مالك لاصل. الاصل ده بيتم عليه معاملات بعد استلامه اللي هي عقد الرعايه والاشراف. حضرتك طبعا انت مستثمر، يعني ما انتش مش فلاح ولا مزارع، فبتدور على شركه هي اللي بتملكك الاصل وهي اللي بتعمل لك عقد الرعايه